السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. مبروك، ألف مبروك لجماهير الهلال. أنا بصراحة ما شفنا المباراة لأنه توقيتها صعب شوية يعني، ولذلك نقول مبروك، ألف مبروك. ما الذي حدث داخل أرض الملعب ومن قدم مستوى، من كان الأفضل، هذه ما بنفهمها. ولكن جميع الرياضيين التوقعات والأفضلية لفريق مانشستر سيتي معروف يعني، فريق عالمي لديه على مستوى عالم وإمكانياته كبيرة، معروف يعني فريق عالمي على كل حال، متفق عليه جميع. ولكن كيف فاز الهلال؟ هذا ما نفهم. نحن نعرف الهلال فريق من زمان، لو في آسيا أو في الدوري السعودي لو أخذ بطولة ما لو كانت معناها ما بياخذ إلا وراها يكون الحكام أو اللجان أو الرشاوي أو السحر والشعوذة. هذه دائما تحضر مباريات الهلال في كل التاريخ، نفهم هذا يعني بالدليل وإثبات يعني. ولكن مرة أخرى نقول لجمهور الهلال مبروك، ألف مبروك. وكرة القدم السعودية ثم آسيويا، ما إنه راح لعب الدور الثمانية ولكن لا يعني على الأقل المستوى اللي قدمه وأخرج فريق مثل فريق مانشستر سيتي، فريق عملاق عالمي معروف، هذا يكفي. النجوم على أرض الملعب مانشستر سيتي، الهلال لا يوجد معه أي نجم، ولكن فوز هذا أهم شيء يعني. وأتمنى من الهلال، لا يوجد فريق أقوى من مانشستر سيتي رايح يقابله في الدوري ويلعب إن شاء الله ويكون يفوز في البطولة. أتمنى أن يفوز في البطولة بإذن واحد الأحد يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم. ماذا يوجد خلف الكواليس يا هلالية؟ هذه لا أفهمها.